في شخص طالع جديد على السوشيال ميديا بيقيم الاكل او بيقيم السوشي، بس مو هذا الشيء الغريب بالموضوع. الشيء الغريب والمستفز اساسا بالموضوع انه هذا الشخص اسلوبه جدا مستفز، اسلوبه ما عنده اسلوب اساسا. هذا الشخص وقت يروح على المطاعم ويعمل تجربه صراحه اسلوبه جدا مستفز. صار تقريبا يطلع لي مرتين، المره الاولى صراحه شاهدت انا فكرت مقلب، بتعرفوا هاي الفيديوهات اللي تشاهدونها بعدها بالاخير يطلع كاميرا خفيه. لا، هذا الشخص ما في مقلب بالموضوع. انتم بس لو بتشاهدون المقطع راح هيك تصفنون صفنا انه ايش هالاسلوب. وهذا الشخص في احتمالين للموضوع، يا الشخص بيعمل هاي الحركات وهذا الاسلوب قصدا عشان بينشهر والناس بتحكي عليه، او الاسلوب الثاني انه هذا اسلوبه الحقيقي. راح نشاهد مع بعض وراح نكتشف هذا الموضوع. بس عن جد هذا اكثر صانع محتوى حاليا طالع مستفز. قبل ما ابدا الفيديو بس حاب احكي لكم صراحه، ما بعرف يمكن من صوتي مبين تعبان ومريض، ما حبيت صراحه بقطع على القناه، اكيد ما راح اقطع عليكم السلسله اليوميه. حاب اتشكركم كثير على تعليقاتكم بالفيديو الماضي، هي تعليقاتكم بتشكركم كثير. بس خلينا نحط معلومه، الانتقاد هو مو ضروري يكون تنمر، الانتقاد ممكن يكون افاده للشخص. مثلا انا حاليا محتواي طالع بنتقد الاشياء مش الاشخاص، بطلع مثلا بنتقد الشيء الغلط وبحكي وبعطي نصيحه، ولكن هذا الشخص بينتقد الاشياء وينتقد الاشخاص وينتقد بطريقه جدا تستفز الشخص وبهين الشخص. ممكن انتم لحد الان ما انكم مستوعبين الموضوع، راح افرجيكم الفيديو وانتم احكموا بنفسكم. شيليها من خلقتي، يعني منا طيبه ابدا. شيليها ما قادر اتقبلها، عادة ببزقها بالزور بلعتها. بس نصيحتي، هذا الشخص اذا عم يعمل اساسا الفيديوهات هي المزح، صراحه هي مش مزح. اذا عم يعمل الفيديوهات عشان يجيب مشاهدات، في كثير طرق الشخص بيجيب مشاهدات، مش ضروري هي الطريقه، لان الطريقه ما حدا راح يحبك ابدا فيها. بس اطمن، اذا رح تكمل هذا المحتوى كل الناس صراحه مش حتطيقك، يعني لانه اسلوبك هذا مش اسلوب انسان. شوفوا هذا الفيديو الاول. جيبها شوكولاته شوكولاته، انه هو هيك بيقولوها يعني مثلا حاليا انه انت الكوميدي، الشخص اللي ضحكت الكل، مثلا انك تمسخرت على بنت، فاكيد فهمتم علي ايش حكيت ببدايه الفيديو. يعني الاسلوب الداخل فيه يستفز الناس عشان يجيب مشاهدات، هي مبينه من البدايه انه عم يعمل هذا المحتوى قصدا عشان مشاهدات. تخيلوا صار يتمسخر على لهجه البنت، وهي البنت اساسا اللي بيعرفها بتنشر على الانستغرام والتيك توك. البنت ما تعمل لا درامات، ما تحكي على حدا، محتواها نظيف، محتوى حلو وبسيط يعمل فيه الاكل، فهو ايش دخله وطلع بيحكي على هي البنت؟ انا مش فاهم. كملوا الفيديو. شوكولاته. وبنخلط ليصير معنا القوام هيك. فوت الشعر بالاكل، بعدين بيعلق بهيدا اللي عم تخلط فيه. والله مش الموضوع مضحك، قسما بالله الموضوع ما بيضحك ابدا. احنا لليوم نبغى شوف كمل. على الفود بلوجرز اللي على تيك توك اللي عم بيعلموا الناس كيف يطبخوا. هل هول الناس عن جد عم بيعلموا مزبوط او عم بيعطوا معلومات غلط؟ وإسا بنجيب جاط نجيب جات؟ ليه ما قلت جاتا؟ جد عم بيحكي هذا الشخص، عن جد عم بيتمسخر حرفيا على اللهجه. يعني حاليا اذا الشخص بده يرد على هاي الكلمه عادي، فينا حاليا احنا نطلع عليك وكمان نتمسخر عليك، بس نحن حاليا عم نحكي انت شخص عم بتحاول تعمل هاي الاشياء عشان مشاهدات. طبعا الناس مش حتطيقك، يعني اسلوب هذا مش يعني اسلوب شخص طبيعي. في أكلة ليبية ونباتية وما بعرف ليش اللي 28 سنة عايشة ولا مرة أكلتها. 28 سنة عايشة؟ عمرك 28 سنة؟ شو أول ما خلقتي يعني أمك حتحط بتمك كوسة يعني أو باذنجانة؟ بيعلق على كل كلمة بتحكيها، يعني هو متقصد أساسا بيتمسخر على أي كلمة بتحكيها. وإسا يا ترى شو رح نعمل؟ شو حنعمل؟ يا الله، عن جد عم بيتمسخر على كل كلمة بتحكيها، كل كلمة مثلا تنطق وتتنفس مثلا حيطلع وبيحكي على هالقصة. رح نقليهن. رح نقليهن؟ واللي بهارات صراحة ما بعرف أي بهارات أحط، فرح أحط قرفة وبهار ما بتعرفي أي. الله يجرسك والله يجرسك. حبيبتي أنت بتعرفي هلأ مين عم بيحضرك؟ مين عم يحضرها؟ أنا عم بحضرها والمشاهدين عم بيحضروها. أنت بتعرفي أنا مين وعم بحضرك؟ ما بتعرفي أي بهارات تحطي وطالعة تعلمي الناس كيف رح أترك لكم التعليق لإلكم. تحس هذا الشخص كثير أسلوبه مستفز؟ لا، لسه ما شفتم ولا شيء. الفيديو يعتبر نوعا ما عادي مقارنة بالفيديوهات الأخرى. رح أكمل لكم، بس بدي أكمل لكم الفيديو. اليوم عيد ميلاد إلياس الخامس، فطلب مني أعمل له مثل هاي الكيكة. كيكة هي كيك، أوكي هي كيكة. أمانة احكوا لي عم بيحكي هذا مزح، أمانة احكوا لي بآخر الفيديو رح يطلع وبيعتذر من هاي البنت أو بيحكي لها إنه مزح. البنت كيف طلعت وما ردت عليه أو حكت لها بالتعليقات ورزلت؟ أنا ما بعرف.
شيء اسلوبه مستفز. كانها كيكه. في اشخاص بيحكوها كيكه، في اشخاص بيحكوا لها كيك، في اشخاص بيحكوا لها اساسا جاتو، في اشخاص بيحكوا لها اشياء ثانيه. انت شو دخل جدك؟ هو شوفوا ما لقى ولا شيء، طالع يتمسخر على لهجتها. يعني هلا هي كانت عم تحول العربي للانجليش، هلا عم تحول الانجليش للعربي. انا كتير كتير بحب ازين كيكات. رح احط من هدول كيكات اهم شيء رجع تزين. بيتمسخر على الكلمه. والله العظيم اكثر فيديو بيستفزني بالقناه هذا الفيديو. كثير مستفز هذا الشخص. لازم بس افقل لك لانك نجحت انك استفزيت الناس. جاهزين نروح للفيديوهات الثانية؟ أنا صراحة مش جاهز أروح للفيديوهات الثانية لأنه هذا الفيديو لحاله كفيل إنه استفزني. هون الشخص راح يعطينا معلومة جدا مهمة. بتعرفوا اللي بياكل أقل من 65 حبة سوشي بيكون مثلي الجنس؟ هي المعلومة من وين جايبها؟ سؤال، واللي مو آكل ولا سوشي بحياته إيش بيكون؟ متحول يعني؟ هاي المعلومات جايبها عشان بيستفز الآخرين. هذا الفيديو أساسا أول فيديو طلع لي هذا الفيديو، راح أفرجيكم إياه. فاتح محل سوشي أو دكانة فرطت أصلا. طعمتها طعمة براد إلى 5 سنين بالبراد. راح اقدر اكمل هذا الفيديو. اذا لحد الان مش حاط لايك واشتراك بالقناه، اتمنى تضغط لايك واشتراك بالقناه لانه عن جد عم بعمل لكم محتوى اني انا بتحمل وبستفز نفسي من هيك فيديوهات. هدفنا لليوم إنه نشوف إذا مزبوط إنه نبيعوا سوشي بالماركتس أو لا. إن شاء الله ما نتسمم يعني، بس هيدا الشخص اللي فاتح هون ماركت طلب مني إنه أجي أقيم له الهوم ميد سوشي. فوت خيي فوت. رح اوقف الفيديو معلومه هيك عن جد انا بدي احاول الاقي لها تفسير. هذا الشخص حكى انه الناس بتتواصل معه عشان هو بيعمل لهم اعلان او عشان بيجي وبيجرب الاشياء اللي عندهم. المشكله ولا فيديو من الفيديوهات انا دخلت على صفحته ولا فيديو من الفيديوهات ناشرها بيمدح ولا حدا، رايح بس بيهزئ الشخص وبيحكي له انه انت اكلك مش طيب ابدا. حاط لكم موقع ومكان وصفحه الاماكن اللي بيروح عليها. فهذا الشيء بيوضح لنا انه هذا الشيء يا متفق عليه عشان انه بيزود شهرة هذا الشخص، يحكي انه مش طيب الناس بتروح تدعمه. خلينا نكمل الفيديو، بس انا حبيت احكي لكم اكتشافي. مرحبا كيفك؟ مد ايده صاحب المحل، مرحبا كيفك؟ عامل له لا. هذا الشخص عن جد بده يستفز الناس. امبارح حكينا كرمال السوشي، قلت لي انه بدك ياني اجي اقيم لك السوشي الهوم ميد سوشي. ابو السوبر ماركت حكى يا ريتني اساسا ساكت والتليفون منكسر وانا بعت لك. ولنشوف اذا هيدا الشيء مزبوط انك تبيع بالماركتس او لا. وين السوشي خيي؟ لحظة بس. تفضل صحتين. طاولة نظيفة؟ حاطط ايدها. لا الطاولة وسخة يعني. ايش هالاسلوب يعني؟ انه رايح على المحل عشان ايش تعمل له؟ رايح على المحل عشان تهزقه يعني؟ انا جايب معي تشوبستكس. عم تصور خيي؟ اوكي لنبلش. اول شيء على شكلهم مش مبين فريش ابدا خيي، اوكي؟ الشكل مش فريش. اساس انت خبير بالسوشي، بتعرف انه اذا السوشي كانت بالسوبر ماركت اكيد ما حتكون فريش، اكيد راح يكون اساسا بالبراد. وين راح يكون؟ يعني حاسس حالي حاتصمم. بس تتصمم؟ لتعرفوا انا كرمالكم شو عم بعمل، لتعرفوا وين تصيروا تاكلوا او لا. هيدا منه شكل سوشي خيي، سوري بس منه لا تقول سوري يعني، خلاص سكوت، لا تقول سوري لانه انت عم تحط السم بالسوشي، فلا تحكي سوري. منه شيء بيتاكل. انت بتاكل هالشيء؟ هذا كل يوم فريش. فرطت اصلا ما بتتاكل يعني. تخيلوا انت شخص صانع محتوى، حدا حكى لك اعمل لي اعلان او تعال جرب الشيء واعلنه عندك، فتروح انت وبتستفرغ الشيء اللي اكلته. حتى لو بيكونوا حاطين لي كيلو ملح بالقصه ما راح اعمل هالحركه. تخيلوا هذا صانع محتوى، عدل محتواك، ضروري تعدل محتواك لانه هذا المحتوى مبين انك عم تعمل هذا الشيء عشان مشاهدات، فلا تعمل هذا الشيء لانه عم بيستفز الاخرين. خيي اول شيء ريحتها زنخه، بس لنبلش من هون. ريحتها زنخه، طعمتها طعمة براد إلى 5 سنين بالبراد. خايف فسر لي انت شو محلك؟ شو فاتح؟ محل سوشي؟ فاتح محل سوشي او دكانه؟ دكانه. ليه عم بتبيع سوشي؟ ومنا ظابطه، بتسمم. لو انا بلعتك كنت بتسمم. ايه صدقني. عشو قلت لك؟ هذا شخص اسلوبه، حتى لو خلينا نحكي تمثيل، هذا اسلوب شخص هيك راح يعمل. انا بعد عن الفيديو استفزني كيف صاحب المحل لحد الان ماسك نفسه وما عمل شيء. انا ما بعرف صراحه لحد الان. شوفوا لي هالفيديو. انا ما بقبل هالحكي كله ينحكى. ليش بدكم تقارنوني بهيدا المستوى؟ انا ما بقبل اتقارن بدكتور فود ووفا وهول المستوى اللي
الزبالة. احا شو المستوى أحا. الزبالة هيدا؟ ليش عم بتصرخ علينا يعني؟ هذا الفيديو مش حيستفزكم، بس هذا الفيديو ما بعرف ايش حيعمل بالشخص، بس شاهدوا الفيديو عن جد عن جد كثير 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 مستفز. يلا واحد اثنين ثلاثة. شيليها من خلقتي، يعني ما منا طيبة ابدا. بليز بدنا نشيلها. شيليها ما قادر اتقبلها. عادة ببزقها بالزور بلعتها. هدفنا لليوم انه نشوف سوشي اذا عن جد بيعرفوا يعملوا سوشي او بس فاتحين محل تيتسلوا. هن شخصيا اتصلوا فيي وقالوا لي انه بدنا اياك انت شخصيا تقيم لنا طعمة السوشي. هيدي دراجون وايت. خلينا نبلش ندوق. اول شيء ليه في ندوق، شعر يلا، هون بلش. بمزح. ما في شيء كوميدي كثير يعني، انا لدرجة اني رح افرط من الضحك انا حاليا. بمزح. انت بتعملهم؟ اوف مدح ما بصدق مدح. مستحيل، انا يمكن حاليا متأكد عم بشاهد على الشخص. مدح والله. هذا كثير طيب. كمان مدح واحد. لا مستحيل. اول شيء اوكي بلش يذوق الثالثة، بلشت تعبير وجه غريبة. ايه اوكي. بده يستفرغ. انا عادة ببزقها ما بكملها، يعني انا غصبا عني بلعتها. ليه فيها زيادة مايونيز؟ اول شغلتين عملها انه مدحها. ليش الشغلة الثالثة صار يحكي بهذا الاسلوب انه انا رح ببزقها؟ عادي فيك تحكي لها انه مش طيبة، عادي مش ما حدا حيتأثر يعني. احكي لها انه مش طيبة، فيها شيء غريب، ما حبيتها، خلص الموضوع. رح ببزقها لانك بازقها اساسا، مالك حكي هالكلمة احسن. فيها زيادة مايونيز. فيها كثير زيادة مايونيز، عرفت كيف؟ يعني انه هي نحن هالشكل بنعملها. بلا فيها زيادة مايونيز، مش هالقد بيحطوا ابدا. قلتي لي الك كم سنة؟ 6 سنين. مبين عليك الك شهر فيها. البنت كيف ماسكة حالها يعني؟ لو بدال البنت مسكت السوشي وهيك حطيتها بتمها كلياتها. مش مبين عليك الك 6 سنين. سوري انا هيك بحكي. شيليها من خلقتي، يعني ما منا طيبة ابدا. بليز بدنا نشيلها. شيليها ما قادر اتقبلها. عادة ببزقها بالزور. لك رجع حكى نفس الكلمة. ابدا ما بيقطع. الباقي كله منيح، ليه بده يصير هيك؟ شفتوا الاسلوب؟ بس بنفس اللقطة انا عم بشاهد انه هو عم بيحط لهم تاج الصفحة تبعهم. قلت لكم عم بيعمل هاي الطريقة عشان يعمل اعلان بطريقة على الاساس غريبة. بروح بيقيمها تقييم سيء وبيستفز الاخرين عشان بيروحوا على المطعم وبيحكي لكم اكلكم طيب. فهمتوا؟ ما بعرف، يمكن عم يعمل هاي الطريقة. هذا الفيديو عم بيتمسخر على مين برأيكم؟ عم بيتمسخر على الشيف عبير. لاحظت انه حجابها كبير او بتخبي الاكلات فيهم. بداية الفيديو انت شو دخل جدك بحجابها؟ انت عم بتقيم الطبخ ولا عم تقيم حجابها؟ هدفنا لليوم انه نشوف الفود بلوجرز اللي على تيك توك عن جد انشهروا لانه بيعرفوا يطبخوا او انشهروا على الفاضي. اوكي، اول شغله بس لنكون واضحين، انا حدا عنده خبره وبعرف البودي لانجويج، الشخص كيف بيتحرك، فهي عم بتجرب تبين انه هي بتعرف تطبخ، بس هي بالفيديو اكشلي عم بتمثل على اساس هي بتعرف. اكبر كلام فاضي شفته بحياتي حاليا. 20 ثانية ضاعت من حياتي من هالكلام اللي حكاه. شفتوا هون؟ شفتوا ايده؟ شفتوا انه العرق كيف تغير؟ هيدا ايد العرق كيف تغير؟ دقق بحالك اول شغلة، بعدين دقق بالاخرين. رجال. هي عم بتجيب رجال يطبخ لها وهي بس عم تعمل الحركات اللي اصلا مش ظابطين مع الحركات، يعني مبين هي لا عم ظابطين، بتجرب حركات ظابطين، انه تبين هي بتعرف تعمل حركات وهي شيف. انا صراحة ما عاد اقدر اكمل. مثل ما حكيت لكم اساسا بداية الفيديو، انا صراحة مرضان وتعبان بس الا بصور لكم الفيديو، ولكن لسه في كثير فيديوهات مستفزة اكثر من اللي شاهدناها. شو رايكم بالشيء اللي عم يعمل هذا الشخص؟ انا صراحة بهذا الفيديو عملته مش عشان بطلع وبتمسخر على هذا الشخص ابدا، انا ما عندي مشكلة لا معه ولا شيء. هو عامل هاي الحركات قصدا بس عشان بيستفز الاخرين. انهي الفيديو لهون لانه ما عاد فيني اكمل صراحة. وبس لهون وصلنا نهاية الفيديو. اكتبوا تحت بالتعليقات ايش بدكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.